الحقني يا ماما. في ايه يا بنتي؟ الحقني يا ماما. طب اهدي، في ايه مالك؟ عبده بيضربني ومن ساعتها عمال يمد ايده عليا. عبده بيضربك ازاي؟ ده عمره ما مد ايده هو عليكي. نازل ورايا على السلم والنبي يا ماما طب والنبي ما اهدي اهدي تخليش يمد بس. ايده عليا اهدي تاني. اما يجي لي يضربك مد ايده عليكي ليه؟ يا عبده، في ايه؟ فيها يا خالتي. بتمد ايدك عليها ليه؟ خالتك ايه وزفت ايه؟ وانا بديك بنت الناس عشان تضربها؟ لا يا خالتي. امال ايه لا، طيب؟ هتسأليها. انا بسألك انت هتضربها ليه انت؟ ليه يا بنتي عملتي ايه عشان يضربك؟ عشان انا حامل يا ماما. طب وايه يعني الف مبروك؟ اللي حامل تضربها ولا تفرح لها؟ انا متفق معاها يا خالتي ان مفيش خلفه دلوقتي، انت شايفه ظروفنا عامله ازاي. لا اله الا الله. هو انت يا ابني ده اللي جاي دوت رزقه جاي معاه، ربنا بيديك رزقه وبيوسع عليك. هو انت فاكر ايه يا حبيبي؟ وانت اللي هتاكله ولا رزقه اللي ربنا هيبعته؟ انا عارف ان ربنا هو اللي بيكرم وبيرزق بكل حاجه، بس احنا متفقين مفيش خلفه دلوقتي، احسن ظروفي الاول. وانت ضامن بعد ما تحسن ظروفك ربنا هيديك ولا لا؟ ها ضامن؟ ساعتها هتبكي بدل الدموع دم وتقول يا ريتني، لان فعلا ممكن يعمل لها عقم اللي انت بتقول لها ما تاخديش، خدي حاجه عشان تمنعي الخلفه. ممكن ربنا بقى عندك ويعمل لها عقم او يعمل لك انت اي حاجه عندك انت ان انت ما تخلفش عمرك كله. تبقى عايز ايه؟ ترضى بايه؟ ارضى بربنا قسمه لك يا عبده هو يا وقول الحمد لله. انا بقول الحمد لله على كل حاجه، بس انت شايفه ظروفي يا خالتي ماشيه ازاي، بشتغل يوم وعشرة، لا المصنع مش مكفي. تعرف بقى ان ربنا سبحانه وتعالى لما حط البذره دي جوه بطنها ان ربنا هيوسع رزقك عشانها، هيديك عشانها. يا ابني يا بيرزق النمله يا حبيبي مش هيرزق طفل. حرام عليك، حرام عليك يا حبيبي. اللي انت بتعمله ده غلط، وده حاجه يعني طفل جوه ان انت بتقتله زي ما تكون بتقتل راجل كبير قدامك. ترضى على عقاب ربنا؟ ما اقدرش. امال ايه يا حبيبي؟ اتق الله وخد مراتك في حضنك وطبطب عليها بدل ما تواسيها وتخلي بالك منها وتحافظ عليها. تقوم تضربها؟ تكفر؟ ينفع يا عبده؟ كسر فرحتي يا ماما. انا مبسوطه ان هيبقى ليا عيل وشايل اسمي وطفل باسمك، ده ابنك حته منك. عاجز زي عايزني تاني. انزل اللي في بطني؟ طب ليه؟ طيب انت مش عايز تخلف دلوقتي ليه؟ ربنا اداك نعمه. يا ليه هديه ليه يا هديه، ليه بترفضها؟ ما احنا متفقين من الاول، من اول يوم يا جواز حبيبي واحنا مفيش حاجه اسمها متفقين. اتفاق يا ابني. انت معكش خمسه سته، معكش 10، معكش اربعه ولا معكش، ده انت لسه على الله. يا خالتي انت عارفه انا بقبض 3000 جنيه في الشهر. بكره يبقوا خمسه وبعده يبقى 10 عشان خاطر الطفل اللي جاي. يا ابني يا ابني يا حبيبي يرزق النمله بقول لك مكانها. انا عارف ان ربنا اللي بيرزق احنا كل بننام حاجه. وننام، بننام ونشخر ونقول يا رب. هو اللي ما بينامش ولا عينه بتغفل عشان بيقول لك الصبح ربنا بيبعت لك رزقك. نقوم احنا نعمل كده؟ نقوم احنا نعمل كده؟ لا يا خالتي. حرام عليك، حرام عليك. انت بتعمل ايه وشوف ربنا عمل ايه. يعني في ناس نفسها في ضفر العيل ده ما بتلاقيهوش، بيتعالجوا وبيروحوا شمال ويمين، وربنا يدي كل من كان يا رب ويدي كل محروم. يبقى انت ربنا يعني اداك، مش عايزه ليه؟ مش عايزه ليه؟ في ناس نفسها في الضفر ده مش لاقياه. حرام عليك يا ابني، ده بيروحوا يجيبوا من ملاك. حرام عليك. يبقى انت لا. تحمد ربنا وتستغفر ربنا وتصلي ركعتين لله وقول له يا رب حقك يعني انا تبت اليك. وتاخد مراتك يا ابني وتطبطب عليها وتخلي بالك منها وتحافظ عليها. مش عشان بنتي لا، عشان دي يعتبر مراتك حته منك، اللي يزعلها تزعلك. ولا انا غلطانه؟ واللي جاي ده هيبقى ابنكم انتوا الاثنين مش ابنها لوحدها. ولا انت مش عايز يقول لك يا ابو محمد ولا يا ابو محمود ولا يا ابو زين ولا يقول لك ايه؟ انا نفسي يا خالتي طيب بس. خلاص يا حبيبي، الحمد لله. عشان خاطري خلي بالك من مراتك وحافظ عليها يا عبد. حاضر. وانت يا هدير بالراحه كده المفروض كنت فهمتيه بالراحه من غير العصبيه اللي انت كنت فيها دي. والله يا ماما اتكلمت معاه والله، بس هو ما كانش شايفني قدامه، اتعصب معلش. عليا ومد ايده. خلاص يا دير، حقك عليا وانا اسف. وفي نقطه كمان يا عبده، اسف. ما تعودش نفسك يا ابني تمد ايدك على مراتك. ما تعودش نفسك تمد ايدك على مراتك، ما ينفعش. عايز تعاقب مراتك في اي حاجه عاقبها مش بالضرب. ما هو غصب عني يا لا خالتي، مفيش حاجه غصب اسمها عني. غلط، استغفر ربنا. ده شيطان. حاضر. الشيطان اللي يخليك تعمل كده مع مراتك يا ابني. ربنا يوفقك ويصلح حالكم. حقك عليا يا هدير، ما تزعلش مني. يلا اطلعي مع جوزك يا حبيبتي، يلا ما تخافيش، ولو عمل حاجه قولي لي وانا هجيبهولك بصي من رقبته. خلاص. حاضر يا ماما. ربنا يصلح حالكم يا ابني. تعالى. حقك عليا. ماشي يا خالتي. ماشي يا حبيبي ما تخافيش. ربنا يا بنتي يكملك على خير ويرزقك ويصلح حالكم يا رب.